لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ومن العجائب والعجائب جمة أننا صرنا نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام أن تلميذا ضرب أستاذه أو ضرب معلمته أو حتى ولدا ضرب أمه أو أباه، نسأل الله العافية. وسبب هذا الانحدار الأخلاقي والله تعالى أعلم إنما هو غياب القدوة والإسوة. ذلك تجد أن النشء وهذا الجيل قد تربى على أسوات وقدوات فارغة مثل الفنانين واللاهين والغافلين واللاعبين. وقد نسينا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وما شد حاجتنا لأن ننظر في سيرته وسنته وهديه كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن رسول الله قد جمع في شخصيته جوانب متعددة، فقد كان أبا وكان حاكما وكان مديرا وقائدا وقاضيا ومصلحا صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها. انتهى كلامه رحمه الله. ولننظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان. الله سبحانه وتعالى قد زكى نبيه ومدحه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، يعني يرفع صوته ويصيح، إنما كان صلى الله عليه وسلم يجزي السيئة، يعني لا يجزي السيئة بالسيئة، وإنما كان يعفو ويصفح، عاملا بقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تقول صفية زوجه رضي الله تعالى عنها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. قالت: ما رأيت أحدا أحسن خلقا منه. ويقول أحد من لازمه وكان معه وهو أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله الذي خدمه 9 سنين، ويا لها من خدمة ويا له من شرف، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين. يقول: ما قال لي يوم أف، وما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يقول أنس: ولقد بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في حاجة له، فقلت: والله لا أذهب، وأنا في نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله. يقول وهو صبي، يعني كان صغيرا، يقول: فمررت على الصبيان يلعبون في السوق فجلست ألعب معهم. يقول: فبينما أنا ألعب إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض على قفاي من ورائي وقال: يا أنيس. يقول: نظرت إليه فإذا هو يضحك ويقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. فانظروا إلى هذا الخلق الحسن. بل كان عليه الصلاة والسلام يعني قمة في العفو وقمة في اللين مع المسلمين. يقول أنس بن مالك أيضا: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني رسول الله يلبس بردا غليظ الحاشية. يقول: فأدركه أعرابي من خلفه فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة، حتى قال، يقول أنس: حتى أثرت أو حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية البرد. يقول: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي صاح في وجهه وقال: مر لي من مال الله الذي عندك. يعني لا أدب ولا يعني حلم ولا علم، هكذا يأتي ويرفع صوته على رسول الله ويقول: مر لي من مال الله الذي آتاك. يقول: فالتفت له رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. قال: أعطوا الرجل ما يسأل، يعني ما غضب منه. تصوروا أيها الأحبة لو أن هذه الواقعة وقعت منها، أنت تمشي في الطريق، تمشي في الشارع ويجيك واحد من خلفك يعني يجذبك جذبة شديدة،
ماذا ستفعل معه؟ نسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق وأن يرزقنا التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من محاسن أخلاقه بأبي هو وأمي أنه كان يمر على الصبيان الصغار فيسلم عليهم، وهذا قمة في التواضع. بعض الناس الآن يقول أنا أسلم على الصبيان، طيح قدري معهم، فاش قام نسلم على الصبية الصغار؟ رسول الله كان وهو سيد الخلق وهو سيد البشر كان قمة في التواضع. بل كانت تأتي الجارية وهي البنت التي لم تبلغ فتمسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمشي به تنطلق به حيث شاءت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعها ولا يردها. وكان في بيته صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، وكان يجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهم، ويجيب دعوة من دعاه ولو كان بشيء يسير قليل. كان إذا دعاه أحدهم إلى وليمة يذهب فيأكل عنده ولو كان هذا الداعي فقيرا، ليس كحال كثير من الناس في هذا الزمان. إذا كانت الدعوة من غني أو جنازة غني ذهب إليها، أما إذا كانت لرجل فقير يقول هذا فقير يعني ليس له من يأتيه. وكان صلى الله عليه وسلم مع ذلك يعود المريض ويشهد الجنازة. كان له حمار يركبه كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، كان له حمار أبيض يسمى دلدل يركب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تواضع. الآن تصوروا لو قيل لأحدنا خذ حمارا واركب عليه، يقول كيف أركب حمارا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار بأبي هو وأمي. إن شاء الله في هذا اللقاء سنتطرق، وفي هذه السلسلة بإذن الله تعالى سنتطرق وسنركز على جوانب من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوجة، أو فن التعامل مع الزوجة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد كان له 11 زوجة، وهن خديجة وعائشة وحفصة وسودة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن، وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية بنت حيي رضي الله تعالى عن الجميع. عاش معهن حياة سعيدة طيبة تمثل تطبيقا لقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، فكان يحسن معاشرتهن. كيف لا وهو الذي يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وهذا الحديث له مناسبة نذكرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في الرجال فنهاهم عن ضرب النساء، قال لا تضربوا النساء. فلما كان من الغد جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله إن النساء قد ذئرن، يعني قد تجرأن، صارت يعني المرأة ترفع صوتها على زوجها ولم يكن كذلك من قبل، حتى نهيت عن الضرب فذئرت النساء. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضرب مرة أخرى. فلما كان من الغد اجتمع 70 امرأة أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين الضرب. تصوروا يعني كما يقال في هذا الزمان مظاهرة أو احتجاج أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال أما إنه طاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب، أما إن أولئك يعني الرجال الذين يضربون النساء أما إن أولئك ليسوا بخياركم، أما إنه خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فما أحوجنا للاقتداء بتعامله صلى الله عليه وسلم مع الزوجة، وخاصة في هذا الزمان الذي صارت فيه الإحصائيات التي نسمعها مفزعة، نسب الطلاق في ارتفاع، ويقال أن تونس تحتل المرتبة الأولى في نسب الطلاق، وعلى كل 100 زواج هناك 40 حالة طلاق، بل إنك تسمع أن الطلاق يكون بعد شهر أو شهرين من الزواج. وسبب ذلك هو الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في بيته بأبي هو وأمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن تعامله ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، يعني كان يجلس مع نسائه ويحادثهن ويسامرهن، بل كان يسهر معهن في الليل ويتحدث إليهن. يقول الإمام القرطبي وإنما كان يفعل ذلك تأنيسا لهن وتطييبا لقلوبهن. بل روى الإمام البخاري في صحيحه والحديث طويل معروف
قصة أم المؤمنين عائشة أنها سهرت تسامرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فذكرت له قصة حصلت في الجاهلية، وهي قصة طويلة معروف بحديث أم زرع وأبي زرع. ذكرت فيه خبر 11 امرأة اجتمعنا وتحدثنا، وجعلت كل امرأة منهن تتحدث عن صفات زوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع لهذه القصة الطويلة والحديث الطويل، ثم علق تعليقا رشيقا على ما قالته عائشة في قصة أبي زرع وأم زرع، أن أبا زرع طلق أم زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلقك. وهذا إن دل على شيء دل على رفقه صلى الله عليه وسلم وسماعه وحسن إنصاته، وهذا يسميه البعض فن الاستماع وفن الإنصات. ربما الواحد منا قد يرجع من العمل تعبانا، فتجعل الزوجة تتحدث عن جارتها وعن أختها وعن كذا وعن كذا وعن كذا، فيقلق الرجل، ربما ينام وهي تتحدث، أو ربما يريها أنه يستمع لها وهو ربما ينظر في هاتفه أو ينظر في التلفاز. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخصص وقتا لنسائه ليسمع كلامهن، وهذا مؤانسة لهن. فإنك تجد أن كثير من النساء في هذا الزمان تشتكي الواحدة منهن من الزوج، فالرجل يعمل طول النهار، وعندما يعود يجلس أمام التلفاز طوال الليل، بل ربما لو كان من رجال الأعمال أو ربما كان حتى من طلبة العلم، يأتي بكتبه وبأوراقه ويقرأ وربما يكتب ويدون، ويترك تلك الزوجة المسكينة لا يحادثها ولا يؤانسها. ورسول الله قدوتنا صلى الله عليه وسلم رغم كثرة المشاغل ورغم الجهاد في سبيل الله ورغم مشاكل المسلمين ورغم كل هذه الأمور كان يتفرغ لنسائه ليسمع حديثهن، فما أحوجنا لأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وإن شاء الله في الحصة القادمة نتحدث عن كيف تعامل أو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجه خديجة رضي الله تعالى عنها. اللهم ارزقنا حسن الخلق، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.